لايك اهلا سبسكرايب. وسهلا بكم في فيديو جديد مع اخبار الزمالك والاهلي والسوبر افريقي. وما تنساش نعمل لك سبسكرايب وتستمر افراح الزمالك بالسوبر افريقي، بالسوبر الذي فاز به الزمالك منذ 30 سنة. لتاني مرة يفوز الزمالك بالسوبر افريقي، وهذا اللقب يعني انه كبير القارة في هذه الفترة، بقليل من الامكانيات، بكثير من الازمات، ويولد الإعجاز من رحم المعاناة. ده الزمالك، زمالك اللا مستحيل، زمالك اللي ظروف مادية صعبة، المدرب لسه جاي جديد، تشكيك في المدرب، التشكيك في الصفقات، التشكيك في مجلس الإدارة، ولكن الكل نجح بالعرق والكفاح. الكرة تعترف بالعرق والكفاح ولا تعترف بالتعالي والاسم. والإعلام كان يقف في صف النادي الأهلي فقط ولا يقف في صف نادي الزمالك، لكن اللعيبة تحدت نفسها عندما سمعت التجريح والتشكيك في قدراتهم، قاتلوا، ودايما بالروح القتالية، بالعزيمة، بالإصرار، بالأداء المنظم، استحوذ الزمالك وأدى الزمالك، فاز وأدى. والغريب في الأمر أو الشيء اللي هو يحصل أول مرة أن يجتمع الجمهورين على أمر واحد، الرأي واحد، أن الأهلي لم يأتي إلى المباراة ولم يحصل على ضربة ركنية، لم يقم بهجمة كاملة. كولر لم يستطع أن يجعل لعيبة الأهلي يخرجوا بالكورة، مفيش أي استحواذ، هجمات ضعيفة لا تذكر، مضغوطين طول المباراة. ده طبعا كان بفعل توفيق طبعا ربنا، توفيق وتركيز من كولر، تركيز من اللاعبين برغم من تعرض الزمالك لظلم تحكيمي هنحكي عليه دلوقتي. طيب ما ننساش نعمل لايك سبسكرايب، عندنا احداث ساخنه كتير في الاهلي واحداث سعيده في الزمالك. اول مره الدنيا تتعكس ان الاهلي يبقى فيه احداث ومشاكل والزمالك يبقى فيه هدوء وفي اخبار سعيده. حتى الشهر ده بسميه سبتمبر السعيد اللي هو انتهى خلاص يعني، واكتوبر ان شاء الله. طيب مفاجاه مدويه في تجاهل حكم الساحه وحكم الفار ضربه جزاء للزمالك، هنحكيها. سبتمبر السعيد، متنساش نعمل لايك سبسكرايب، معلش تاني مرة لايك سبسكرايب. سبتمبر السعيد في الزمالك والمتوتر بالأهلي. عرض قوي لمدافع بيراميدز من الزمالك، جوميز يصر على هذا اللاعب في الفترة القادمة. قيد كوستا اللاعب المميز تحت السن بالقائمة الأفريقية. لأول مرة يجتمع الجمهورين على رأي واحد. إمام عاشور في خطر ويرفض عقوبة الأهلي، وسر انفعال إمام عاشور، هنقول السر. يناير ينهي مسيرة 3 نجوم بالأهلي. رد فعل كولر تليفونيا على المكالمة بشأن تعيين محمد رمضان مدير رياضي، هنشوف رد فعل مفاجئ من كولر. بدائل لمحمد هاني، يوسف سليتش في اختيارات الأهلي الفترة القادمة. طيب بالنسبة للأخبار اللي عندنا النهاردة، في أخبار كتير. هنبدأ المفاجأة المدوية في تجاهل الحكم ضرب جزاء الزمالك، وتجاهل اعتراف الأهلاوية إذا كان والحكام أن الزمالك ظلم في قرارين واضحين. إيه القرارين الواضحين دول حضراتكم؟ ضرب جزاء الزمالك وطرد حسين الشحات، كان المفروض في طرد اللي دخل بالحذاء على قدم دونجا، ده في طرد على طول بيحصل، لكن الفار تجاهل والحكم تجاهل، ونفس الشيء تجاهل. ايه المفاجأة المدوية في ضربة جزاء الزمالك التي تم تجاهلها بتاعت دونجا؟ ان كان في اشتباه ضربة جزاء تانية، لو حد رجع الفيديو هيشوفه لان الفيديو ما يتعادش كتير. حسام عبد المجيد احد مدافعي الاهلي دخل المنطقه بيشد من الفلنه مرتين 3 لغايه ان اللاعب كان هيوقع، يعني مسك نفسه بالعافيه. فكده ضربتين جزاء يعني في كوره واحده، ومع ذلك الخطا مشترك من الاثنين، من الحكم الفار وحكم الساحه، حكم الفار وحكم الساحه، ويتحملها اكثر اعتقد يعني يكون حكم الفار يتحمل الكوره دي مفاجاه مدويه. يبقى الزمالك في قرارين ظلم فيهم، ضرب جزاء يعني 60-40، بس كان في ضرب جزاء زي كده للأهلي قدام للترجي عفوا بتاعت كريم فؤاد، وأصعب كمان، وهو لاعب اتضرب جامد ووقع في الأرض، ما اتحسبتش يعني، كانت أقوى، لكن دي ما تتحسبش في نهائي أفريقيا، دي يعني فيها شك يعني.
طيب ده بالنسبة للمفاجأة بتاعت الحكم وضربة الجزاء اللي حصلت الزمالك. سبتمبر السعيد في الزمالك. سبتمبر الزمالك حصل على كأس السوبر أفريقي. الزمالك اكتسب ثقة في مدربه جوزيه جوميز. الزمالك اكتسب ثقة في جهاز الفني. في لاعبي الزمالك استعادوا ثقتهم ويعني اداهم باور غير طبيعي، زي لعيبة يعني كانت خلاص كان ممكن السوبر ده يقطع على الزمالك فترة طويلة. بالعكس السوبر انتشلهم واداهم ثقة، والثقة دي هيبان في أدائهم في الماتشات اللي جاية، وفي حاسس إن هم فعلا لعيبة كبار وإحنا نقدر نعمل، وإحنا نجوم نقدر نفوز، والنادي ليه حق علينا ونقدر نعمل حاجات كتير. فطيب إيه سبتمبر السعيد ليه؟ لأن الزمالك هياخد فلوس السوبر أفريقي، مكافآت من أستاذ ممدوح عباس، مكافآت من مجلس الإدارة للعيبة الزمالك، فلوس بوبنزا، لأن الزمالك عمل حاجة ذكية ما عملهاش في قرار كهرباء، إنه أشرك النادي وبوبنزا في العقوبة، واحتمال الزمالك يقول لك في قضية. وطبعا الدليل ان الزمالك صاحب حق، ان الاتحاد الامريكي ارسل بطاقه الى الزمالك، يعني اللاعب كان من حق الزمالك وحقه يشارك، وهو الزمالك كاتب في المذكره انه ترك الزمالك بدون موافقه وبدون اذن، ولم ياتي لانهاء الاجراءات العقود او فض التعاقد او انهائه، يعني لم يظهر، وهذا يعتبر اخلال ببنود التعاقد. الزمالك بعد ما يكسب القضيه ان شاء الله ممكن ياخد 2.5 مليون دولار، ومكافأة السوبر أفريقي 2 مليون دولار. وكمان في شركتين أو هيبقوا من شركات الراعية الجديدة للزمالك كما صرح أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بالإضافة للشركات الموجودة. ففي موارد داخلة على الزمالك واشتراكات لسه كمان بتكمل، فكل ده هيبقى فيه موارد في الزمالك. عشان كده ده سبتمبر السعيد، والزمالك خد لقب غالي جدا وأصبح من كبار أفريقيا السوبر الأفريقي. عرض قوي لأسامة جلال. أسامة جلال عارفينه لاعب بيراميدز، جوميز مصمم عليه. العرض القوي ممكن يكون في اختلاف بين رأي الجمهور على اللاعب اللي هيروح هناك، ويقال انه انتقال نهائي لسه، يعني الكلام لسه متأكدش، اللي هو حسام أشرف زائد 20 مليون جنيه. يعني انا شايف ان ده يعني اللاعب ده ما استغناش عنه حسام أشرف من هداف الدوري، والعرض المالي ضخم يعني. فانت ممكن تجيب حد ثاني من الدوريات العربية، ممكن يكون لاعب فلسطيني وتحت يحتسب مصري، مش هيأثر عليك، معاك فرصة انت كده هتلعبه محليا، بعد كده في يناير هتعمل استبدالات. فانا شايف ان ده مبلغ كبير، وفي نفس الوقت اللعيب زي حسام أشرف انت محتاجه، مش يعني ليس لاعب سيء. وفي نفس الوقت انت الهجوم عندك ما هواش الهجوم القوي. ممكن كرة ناصر منسي دي فيها توفيق، لكن لازم يشتغل على نفسه. ان هو ناصر منسي قبل الكرة دي للأسف كان غير موفق. هو كان كويس في بيراميدز زمان، لكن الكرة مش ماشية معاه في الزمالك، فمش هتثق فيه. والجزيري ماتش حلو و10 لا، فانت حسام أشرف المفروض يبقى في الزمالك. جوزيه جوميز وحسين لبيب ومجلس الإدارة وكابتن أحمد سليمان يصروا على أوجولا، عروض قوية لأوجولا ورمضان بيكهام. أحمد رمضان بيكهام العرض يعني اعتبر انتهى، ما فيش انتقال ليه، ويقال ان يعني في مشكلة في انضمام اللاعب، ان المسؤولين رافضين انضمام اللاعب لنادي الزمالك. انتوا اكيد بتتابعوا الاعلام عارفين الكلام ده. في اكتر من نادي تعنت يعني رفض يدي لاعيبته نادي الزمالك، فالزمالك طبعا عبر عن استيائه من الانديه اللي رفضت تدي اللعيبه لنادي الزمالك. طيب عفوا، بالنسبه لكوستا، كوستا لاعب مميز أدى في التدريبات بشكل قوي هو وناداي، وهيكونوا في الفريق الأول بنسبة 95%. وقيد كوستا بالقائمة الأفريقية، خلاص كده لاعب في أفريقيا. كوستا بيعرف يطلع بالكورة، لاعب عندي لمسة مهارة، بيلعب عندي ثقة، بيعرف يغطي، لاعب بإمكانياته حلوة، عندي كورة، لعيب شاب في حماس، بيعرف يقرا الملعب، بيطلع بالكرة كويس، استلام وتسلم، بيحافظ على الكرة تحت ضغط. فده لعيب مميز نادي الزمالك جيفرسون كوستا. لأول مرة يجتمع الجمهورين على أمر واحد، وهو أن الأهلي لم يؤدي وخسر بتكاسل اللعيبة وبأخطاء كولر وعدم وجود أي لاعب في مستواه في المباراة. إعلاميين أهلاويين متعصبين
اعلام اهلاوي، اليوتيوبر اهلاوي، صحفيين يعملوا في النادي الاهلي، صحفيين يعملوا في مجله الاهلي، كله اعترف ان الاهلي قدم اسوأ مباراة منذ اكثر من 5 سنوات. ما فيش اي جملة اتعملت، ما فيش ضربة ركنية، ما فيش شكل هجومي، مضغوط طول الماتش، الاستحواذ للزمالك، الاهلي يدافع فقط، الاهلي لم يصل الى المباراة. ده رأي الاهلاوية ورأي الزملكاوية، ده اجتمعوا عليه. امام عاشور في خطر، امام عاشور يرفض العقوبة، امام عاشور مركز على اللقطة، والاعلام مركز على الجمهور. كل صورة بتجيبوا الكاميرا بتلاقيه بيعمل حركة غريبة، متنشن، باصص على جمهور الزمالك، باصص على جمهور اهلي، بيتفاعل مع الاثنين سلبي او ايجابي. ممكن يكون في خلافات بينه وبين دونجا، الاثنين مشتركين في الخطأ، مش هنقول ان هو بس المخطئ، لكن هو كان مشتت وغير مركز. سر انفعال امام عاشور، السر ده محدش يعرف، هنقول سر انفعال امام عاشور. السبب ان في التيفو اللي عمله جمهور الزمالك في السعودية تبع الرابطة، عملوا التيفو ده اللي هو فيه صورة لاعب يشبه امام عاشور 95%. فاللاعب طبعا تشتت ما بين هو حبه وهو زملكاوي، جمهور كتير من الاهلي عارف انه زملكاوي، في جمهور كتير لا يميل لامام عاشور، في جمهور بيميل لامام عاشور. فاللاعب اصبح مشتت ما بين اهلي وبين الزمالك، وفقد تركيزه ولم يقدم اي شيء في المباراة. لعب 66 دقيقة. التمريرات السليمة اللي عملها امام عاشور ارقام بتقول 4 تمريرات والباقي خطأ، وتمريرات قليلة جدا، وكان غير فعال، وكان يفقد الكرة بسهولة، وكان غير مركز في المباراة. وفي جمهور من الأهلي بيقول إنه هو أصبح لاعب ليس له تأثير، وأصبح على فريق النادي الأهلي، وليس هو إمام عاشور الذي كان يلعب في الزمالك. امام عاشور رفض التحقيق، صرح للمقربين لي انه هو رفض التحقيق، وان التحقيق ده والعقوبه لمبلغ كبير لا يستحقه، وده انفعال ملعب وكده. لكن محمد مجدي قفشه اشتكى للكابتن سامي قمصان، واستاء من رد فعل امام عاشور. وبعد كده في التحقيق اللي هيحصل لسه، يعني هيكون سببه 3 حاجات: اشتباكه مع قفشه، اشتباكه مع لاعب الزمالك ودونجا، اشتباكه مع جمهور الزمالك وهو خارج من الملعب. فإمام عاشور لازم يركز، ما يكونش على خطى لاعيبة أخرى، لأن أزماته كترت. لا يمر أسبوع، اللي بيتابع الإعلام كلكم بتتابعوا أهلاوية وزملكاوية، إلا إمام عاشور بيعمل مشكلة. خليك مركز في الملعب، شوف لعيبة كتير، قفشه ما عندوش مشاكل، عمرو السولية، لعيبة كتير، في لعيبة كتير كده بتأدي في محمد شريف كان من اللعيبة الهادية وملتزم، ما كانش بيعمل مشاكل. مروان عطية ما تسمعش صوته، محمد طاهر برغم من استبعاداته كده مش بتاع مشاكل. ركز في الملعب، ما تتكلمش. دي اللعيبه اللي ملتزمه في الاهلي. في عبد الله السعيد ضغوط كتيره ويتعرض لسباب رهيب، ما بيردش، يدخل في اي مركز في الملعب وبينجح. ده الذكاء بتاع اللاعب والثبات الانفعال، بيفرق من لاعب لاعب، عنصر خبره ليه دور، فهو لسه طبعا صغير السن. يناير ينهي مسيره 3 نجوم بالاهلي. في قرار احتمال يحدث في شهر يناير، احتمال يتم تسويق بيرسي-تاو وإمام عاشور، بيرسي-تاو وعلي معلول ورضا سليم. بيرسي-تاو، علي معلول ورضا سليم. من الأهلي عايز عناصر أفضل وبيشكي من ضعف الأجنحة، فكمان مشكلة علي معلول الإصابة وكبر السن، فهو كمان عايز يمشي، لأنه حاسس ان هو يعني الاهلي لم يكتبه في القائمه، لم يقيده، فيعبر عن استيائه، يعني هو زعلان طبعا. فدول ال3 لعيبه احتمال يرحلوا في يناير زي ما قلنا لحضراتكم. طيب، رد فعل كولر على تعيين كابتن محمد رمضان مديرا رياضيا. تم ابلاغ الكابتن كولر تليفونيا، لان هو مش موجود زي ما احنا عارفين، في اجازه في بلده، ان تم تعيين الكابتن محمد رمضان طبقا لسياسه الاهلي، وطبقا لاعاده الانضباط واعاده الاهلي للمسار الصحيح كمدير رياضي. المفاجاه ان كولر كان رافضا لهذا القرار تماما، وتم ابلاغه بهذا القرار، وذكر انه سيعقد اجتماع بمجرد وصوله مع إدارة النادي الأهلي لمناقشة هذا القرار ودواعي والعواقب لهذا القرار.
عمر كمال او اكرم بديل لمحمد هاني. محمد هاني بالاصابه، نتمنى له الشفاء، طبعا دي اصابه هيغيب من 2-3 هيكون البديل عمر كمال او اكرم توفيق، هيكون بديل لمحمد هاني. الأهلي يتجه إلى يوسف سليتش مرة أخرى، لعيب الفلسطيني مش هيأثر أرقام أفريقية، وكان في مفاوضات معاه، ولعيب مميز مهاجم راس حربة، وأحرز في آخر فترة 20 مباراة أحرز 10 أهداف، طبعا ده رقم كويس بالنسبة للمهاجم. دي كانت كل أخبارنا، كان معاكم أمجد، ما تنساش نعمل لايك سبسكرايب. كرويات كروي لايك سبسكرايب، تحياتي للجميع، إلى اللقاء.